الشقة مش عيب، والشغل مش عيب، وان انا اطلع واقول يا رب ارزقني برزق ولادي مش عيب. العيب ان انا اقعد واقول اديني يا رب. هو السما بتمطر فلوس؟ السما ما بتمطرش فلوس، بس ربنا بيقول لك اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. اشتغل واشقى واتعب واقول يا رب ارزقني برزق عيالي، لكن مش هقعد مكاني محلك سر واقول ان الرزق هيجيلي لوحده. لا، السعي للرزق ربنا عمره ما يخذلك ولا يخذلك. السعي وراء لقمة العيش عمره ما كان حرام، بالعكس، ده ان انا اسعى واشقى واتعب على رزقي ورزق عيالي، دي اكتر حاجة حلوة ربنا هيكافئ كل بني ادم عليها، سواء بيسعى على عياله، بيسعى على رزقه، بيسعى على لقمة عيش حلال. لقمة العيش الحلال ربنا بيحللها بيبقى طعمها حلو، لكن الحاجة لما بتيجي سهل من جه بلاش بيروح بلاش. نصيحة خدوها من اختكم سواء اكبر منكم او اصغر منكم، السعي للرزق مفيش احسن منه، واللقمة الحلال اللي بتيجي بالشقة وبالتعب وبالطلوع وبالنزول وبالمروح وبالمجي والبمهاتية مع ده وده وده والتعب، بتبقى طعمها حلو. صدقوني بتبقى طعمها حلو. اشقي وتعبي عشان ربنا يجازيكي ويرضيكي. اسعي وقولي يا رب عشان ربنا يديكي. اسعى، اسعى يا بني ادم، اسعى وقول يا رب ارزقني برزق ولادي. اسعى وقول يا رب، وربنا عمره ما يغزلك ولا يقول لك معيش او مش هديك. لا، ربنا بيدي، ربنا بيدي.